يا دكتور، عايزين أفكار لللانش بوكس مختلفة، مش تقليدية، صحية، موفرة. عايزين كل ده مع بعض. نضرب أكتر من عصفور بحجر واحد. مجهزة لكم حبة أكلات تقدروا تعملوها في اللانش بوكس لولادكم، حافظ على تركيزهم صحتهم، وكمان موفرة جدا. يلا بينا. اول وجبه معايا في اللانش بوكس سندوتش البيض بالبسطرمه، جبنه وجبنه لبن طبيعي مش لبن صناعي، ولازم تتاكدوا ان معموله بدون زيوت نباتيه. الزيتون عشان الاوميجا 3، وعصير لبن بالفراوله بيتي. ممكن اخدهم مع بعض في مثال في اللانش بوكس. تاني مثال معايا بطاطس مهروسه بالبيض، جمعت بين الكرب المعقد والبيض البروتين، مع خضار متقطع، خيار جزر وفلفل، وعصير برتقال عشان فيتامين سي. البانكيك البيض بالشوفان من غير اي دي خالص، بقدر اعمله حلو، اقدر اعمله حادق، احط معاه فراوله، احط معاه موز، وعصير لبن طبيعي. كمان التوست بالجبنه والطماطم تحفه، خفيف مغذي جدا. وارجع اقول لكم تاني، اهتموا ان الجبنه تبقى لبن طبيعي وتكون خاليه من الزيوت والدهون النباتيه، معاها علبه زبادي وعصير طبيعي اللي هو يحبه. عندنا كمان البيض المسلوق او مقلي بفرشة زبدة طبيعي او سمنة طبيعي، حلو جدا. معاها بطاطس مشوية في الفرن او ويدجز او في الاير فراير، عنب وفراولة. يبقى انا جمعت ما بين البروتين والكرب المعقد والفيتامينز الموجودة في الفاكهة. بسكوت الشوفان الصحي اللي معمول بالبيت في البيت. الشوفان ممتاز جدا، مليان الياف، بيساعد على الهضم، ما يعملهمش تقلصات في الفطار الصبح هم في المدرسة. ممكن اعمل معاه بيض بالبطاطس المسلوقه، واحط معاه كمان 5 بلحات عشان يديهم باور. بانكيك محشي شوكولاته بيتي او مربى بيتي، معموله بسكر ستيفيا، معموله من غير اي مواد حافظه، مع رشه مكسرات وعصير طبيعي علشان الاوميجا 3 وعشان التركيز. مقوي جدا للاعصاب وبيحسن من تحصيلهم الدراسي. التوست الاول من الاطفال اللي بتحب التوست، التوست المحمص بجبنه كريمي او جبنه قريش محطوط عليها زيت زيتون وزعتر وفلفل الوان مشوي، بتبقى سبريد وحلوه جدا للاطفال ومغذيه، وما بيحسوش بطعم انها جبنه قريش خالص. وطبعا احط معاها زيتون ولبن بالفراوله معمول بعسل ومكسرات. كومبو تاني معانا في الفطار، عيش التورتيه المحمص، ممكن نعمله في البيت بالشوفان، واحشي بقى جبنه تشيدر لايت، او جبنه نوع اي جبنه لبن طبيعي زي ما قلت لكم، او جبنه قريش مع عصير طبيعي. مره اعمله فراوله، مره اعمله مانجا، مره اعمله جوافه، مره اعمله رمان، وقطعه شوكولاته دارك كنوع من السويتس الصحيه. سندوتش التونه بالخضار للناس اللي بتحب تغير وتدي ولادها حاجات مختلفه، حبه تونه صغيرين واحط عليهم خضار واعمل له ساندوتش عليهم زيتون وعصير او فاكهه. اختيار كمان ممتاز جدا البيض الصحي، البيتزا الصحيه بيض وشوفان مع بعض، اعملهم على طاسه جريل، وبعدها احط الخضار اللي الطفل يحبه. ممتازه ممتازه للكبير وللصغير، محدش هيحس بطعمها، ومش هيحس بطعم البيت، وهيحس انه بياكل بيتزا خالص. الزبادي ممكن اديله علبه صغيره فيها زبادي وشوفان ومكسرات مع فاكهه، ميكس لذيذ بيدي طاقه وبيدي باور. والاطفال اللي بتحب الحاجات الشجري الصبح ممتازه جدا. نص رغيف بزبده فول السوداني جميله، معاها فلفل الوان ومعاها تفاحه، وجبه متكامله من البروتين والخضار والفاكهه. حاجة كمان ممكن نعمله سلطة فاكهة يوم في الأسبوع كده، نديله أي نوع فواكه، معانا موز، تفاح، بلح، وأعمل له مشروب كاكاو باللبن ممتاز جدا. في اللانش بوكس ممكن أعمل سندوتش جبنة بيضة، الخيار والطماطم، بطاطس في الفرن او في الاير فراير، او بطاطس مسلوقه برضو لذيذه وجميله. الميني بيتزا اعملها بعجينه الشوفان او بدقيق الرز، حلوه جدا. او زي ما قلنا من شويه بالبيض والشوفان، ممتازه جدا. واحط عليه الخضار اللي بيحبه، وتبلها بالزعتر والبهارات. بانكيك الموز اللي هو الموز مهروس مع بيض، ممتاز جدا، بيبقى طعمه حلو جدا. ممكن اعمل له عليه شوكولاته سبريد هيلسي، لذيذة في المدرسة برضو في اللانش بوكس. يا رب أكون أفدتكم والبوست عجبكم وكل الوجبات عجبتكم. ما تنسونيش في الدعوات ولايك وكومنت وشير، ومنتظرة كل أسئلتكم. كل سنة وانتم طيبين، سنة دراسية سعيدة على كل ولادنا يا رب. كانت معاكم دكتور إنجي مجدي، أخصائية التغذية العلاجية، دبلومة التغذية العلاجية جامعة القاهرة، ماجستير التغذية العلاجية جامعة القاهرة. في انتظار كل أسئلتكم دايما.